لو انت دايما بتعاقب نفسك على اي خطأ او اي تقصير انت عملته، لو انت دايما شايف وحاطط توقعات عالية جدا انت عايز توصل لها، مع العلم ان التوقعات دي اصلا مش واقعية. يعني تلاقي ناس مثلا يقولك انا النهاردة مثلا انا عاوز اشتغل 3 شغلانات. طيب ازاي وانت اصلا وقتك مش هيسمح؟ تلاقيه راسم سقف توقعاته عالي جدا. طيب ما هو ده مش واقعي، ده شيء خيالي. فده بيأثر على نفسيتك جدا، بان انت لو ما حققتش ده هتحس دايما بالتقصير، مع العلم ان انت حتى لو بتبذل مجهود عالي جدا غيرك مش بيبذله هتحس برضو ان انت مقصر. ده كله ليه؟ علشان انت حاطط سقف توقعاتك عالي جدا. فافضل طريقة لانجاز المهام هو ان انت تخلي توقعاتك واهدافك واقعية، انك تحلم ويكون عندك توقعات باشياء انت تعملها دي ملامسه للواقع، مش ملامسه من ضرب الخيال اللي هي حاجه صعب جدا احققها. لان ده هيأثر على نفسيتك جدا، بانك كل خطوه هتحس ان انت ما خدتهاش هتحس بتقصير وهتلوم نفسك وممكن تجلد ذاتك، وده هيأثر على نفسيتك وعلى انتاجيتك قدام. فبالتالي هتلاقي نفسك تلقائيا طاقتك قلت ومش قادر اصلا تعمل العمل ده حتى لو كان بسيط. كافئ نفسك، اعمل التوقعات البسيطة، كافئ نفسك عليها، شجع نفسك بكلمات محفزة. افتكر ان دايما ان انت مش لازم تكون مثالي، بس مهم انك انت تكون متطور. الانجاز الحقيقي ان انت تكون احسن من امبارح. فيفضل جدا جدا ان انت تخلي توقعاتك واهدافك ملامسة للواقع وليست من ضرب الخيال مستحيل تحقيقها او صعب جدا تحقيقها علشان تنهض بصحتك النفسية. فلو انت مهتم بصحتك النفسية وتطوير ذاتك يبقى لازم تكون واحد مننا، يعني لازم تعمل لنا فولو على الصفحة دي، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده، ويا ريت تقترحوا علينا في الكومنتس او تراسلونا على رسائل الصفحة على موضوعات جديدة ممكن نتكلم عنها. وانا بقدم جلسات نفسية لاي حد بيعاني من تعب نفسي او من اي مشكلة، تقدر تتواصل معايا وتعرض عليا المشكلة وانا اكيد هساعدك. وافتكر ان دايما في مساحة نفسية بنقولك استمتع بوقتك يا صديقي.